تعال نخش على التقييم التاني ونشوف أول سؤال. الحضارة الإنسانية سلسلة متكاملة. الحضارة هنا الإنسانية بيقول لي سلسلة متكاملة ساعد كل شعب فيها بقدر من الثقافة. أي من الآتي يعد أفضل ما قدمته العراق للحضارة الإنسانية؟ أحسن حاجة العراق قدمتها لي، هل حرفة الزراعة ولا تقدم في الفنون ولا وضع القوانين والتشريعات ولا الدعوة لتوحيد الآلهة؟ طبعا وضع القوانين والتشريعات اللي عملها حمورابي. قلت لك إن حمورابي يشبه حور محب في وضع القوانين والتشريعات. السؤال اللي بعده بيقول: جاء في الأثر يورث الفقر الذل للإنسان، يعني الإنسان الفقير هيبقى مذلول. تتأكد تلك المقولة في الحضارة العراقية القديمة من خلال إيه؟ هل نظام الملكية الزراعية، عناصر الطبقة الدنيا، ولا نظام الخدمة العسكرية؟ من غير ما نكمل، مين يا جماعة اللي كان فقير وكان مذلول؟ طبعا عناصر الطبقة الدنيا، دول يا جماعة الفلاحين، دول يا جماعة كمان اللي عندهم مشاكل اقتصادية. الطبقة الدنيا دي بتضم مين؟ بتضم أسرى الحروب، أسرى الحروب والناس اللي عندها مشاكل اقتصادية. يعني طالما هو كان فقير هيبقى هو مضموم أو تبع الطبقة الدنيا. يبقى أول ما أقول لك الفقراء فين هتقول لي الطبقة الدنيا، يبقى الطبقة الدنيا دي بتضم الناس. وده سؤال بيجي في الامتحان برضه، وجه السنة اللي فاتت كمان. بيقول لك الطبقة الفقيرة دي أو الطبقة الدنيا بتضم مين؟ الناس اللي عندها مشاكل عسكرية ومشاكل اقتصادية. يؤكد تصميم المعبد العراقي القديم على ايه؟ لما احنا نبني المعبد القديم بتاع العراق زي الزقورات والحاجات دي، طبعا على التواصل الحضاري بين مصر وبين العراق، لان مصر كانت بتبني الزقورات على الطراز والطريقة المصرية. هنا بيقول لي وجه الاختلاف بين الحضارة العراقية القديمة والحضارة المصرية بيظهر في ايه؟ هل تقديس الظواهر ولا تعدد الآلهة ولا تعدد المعبودات ولا وجود الأنهار؟ طبعا الاختلاف واضح جدا بين مصر والعراق، ان يا جماعة في توحيد الآلهة انا اللي كان عندي فكرة توحيد الآلهة، اما العراق لا. اي من الاتي مثل دار المحفوظات؟ اوعى تنسى ان الزقورات كانت مهمة جدا عشان تتويج الملك، اقامة الشعائر الدينية، وكمان بنحفظ فيها الورق والوثائق المهمة. وقلت للأولاد خلي بالك ان الزقورات اصبح لها دور ثقافي بعد اكتشاف الكتابة المسمارية على يد الدويلات السومرية. يبقى خلي بالك هنا دار المحفوظات زي المكتبة أو المكان اللي هحفظ فيه السجلات كان من خلال مقر العبادة اللي هي الزقورات. وهنا ممكن يجيلي سؤال مقالي ويقولك تعددت أهمية الزقورات. ليه الزقورات مهمة؟ هقول له الزقورات مهمة مكان للحكم، مكان للعبادة، وبقى ليه دور إضافي طبعا بعد اكتشاف الكتابة المسمارية. أيد صحة العبارة التالية: سجل التاريخ للسومريين أعمال عظيمة في مجال الزراعة. بقول لك السومريين كانوا شاطرين جدا في أعمال الزراعة. طب أنا لو واحد مش عارف هقول له إيه؟ أقول له طبعا إن هم اهتموا بالزراعة ودخلوا أدوات جديدة في الزراعة، وشكرا على كده. يبقى السومريين اهتموا بالزراعة وأدوات الري بس. حدد أهم إنجازات الحضارة العراقية في علم الفلك. فاكر لما كنت بقول لك إن العراقيين يا ولاد هم أول حد عملوا تقويم شمسي كامل؟ أيوة، يبقى يرجع للعراق الفضل في معرفة أو في الوصول للتقويم الشمسي الكامل. عرفوا مواقع كواكب النجوم وعرفوا التقويم الشمسي. هنا بيقول لي السؤال اللي بعديه: جاءت السياسة الخارجية للعراق قديما بأثر سلبي، ظهر ذلك في إيه؟ السياسة الخارجية يعني الحروب بتاعة العراق أدت إلى إيه؟ كل ما يحصل حروب كتيرة كل ما تزيد عندي أعداد الطبقة الدنيا. يعني هنا يا ولادي السياسة الخارجية يقصد بيها الحروب ويزيد معاها زيادة أعداد الطبقة الدنيا. تعال نشوف السؤال اللي بعديه: رغم اتصاف فن النحت عند العراقيين القدماء بعدم الواقعية، فن النحت ما كانش واقعي خالص، إلا أنه تميز بالدقة والمهارة العالية. والدليل على ذلك إيه؟ النحت هينحتوا إيه؟ عملوا لي الثيران المجنحة، يعني الطور اللي عنده جناحات. خلي بالك أنا عندي العراق خدت مني شكل إيه؟ شكل الذكورات. العراق خدت مني شكل الذكورات والهرم المدرج، وأنا خدت من العراق الثيران المجنحة والأختام. خلي بالك من دي.
الجانب الأكبر في عبء الحياة الاقتصادية في بلاد العراق القديم كان بيقع على عاتق مين؟ يعني مين كان مسؤول عن الوضع الاقتصادي؟ هل الطبقة العليا؟ انت عايز الملك هو اللي يشتغل ولا ايه؟ طب الطبقة الوسطى اللي هم التجار والفلاحين والصنايعية، ولا الطبقة الدنيا؟ لا، اللي شغال هنا يتحمل الأعباء الاقتصادية هي الطبقة الوسطى، وركز في دي، هم اللي تحملت الأعباء الاقتصادية، الزراعة والصناعة والتجارة، كل الوظائف كانت في الطبقة الوسطى. يخرج عن مهام دور العبادة في بلاد العراق قديما حاجة مش بتاعت الذكورات. يا ترى ايه؟ تسجيل الجيوش. الذكورات ملهاش علاقة بالجيش. تعال نشوف اللي بعديه. أي من دول العراق قديما جعلت الجيش عبارة عن خدمة دائمة. مين عايز الجيش طول الوقت؟ اللي عايز الجيش طول الوقت اللي كان عندهم حروب كتير الأشرار، تبقى الدولة الآشورية اللي بالشين اللي قعدت شمال العراق، قعدت في أعلى حتة في العراق. حدد وجه الشبه بين سياسة الملك حموربي ونبوخذ نصر الثاني. ايه التشابه بينهم؟ كلاهما اتسع ببلاد العراق ووصل طبعا لغاية البحر المتوسط، عمل امبراطورية واسعة ووصل للبحر المتوسط. المجتمع العراقي مجتمع طبقي. أية صحة العبارة؟ أقوله طبعا عبارة صحيحة، ده عبارة عن طبقات، عبارة عن 3 طبقات. الطبقة العليا فيها مين؟ المالك ورجال الدين. طب الطبقة الوسطى اللي اتحملت الأعباء الاقتصادية، والدنيا هم العبيد واللي عندهم مشاكل اقتصادية. هنيجي على التقييم بتاع التاني هنا. انتقلت عبادة رب الحرب والحب اللي هو مين؟ اللي هو عشتار عند العراق قديما أثناء فترة حكم مين؟ مين يا جماعة اللي عبد الإله عشتار في مصر؟ الملك رمسيس الثاني. يعني رمسيس ده دولة ايه؟ بناء الأهرامات؟ لأ. رخاء اقتصادي؟ لأ، ده دولة وسطى. أما العصر مين؟ إمبراطورية مصرية؟ أيوة، عصر الإمبراطورية مش العصر المتأخر اللي هو عصر المجد الحربي. بدأ ملك رمسيس الثاني قال لك احنا هنعبد الاله عشتار، ودي انثى اسمها في العراق حب وحرب. اما في بلاد فينيقيا اسمها الخصب والنماء. يبقى خلي بالك، عشتار في العراق كان اسمه حب وحرب، اما في فينيقيا هيكون اسمه رب الخصب والنماء، متعلق بالامور الاقتصاديه. في 3 عبدوا عشتار: مصر والعراق وفينيقيا. نركز في دي. نستنتج من دراسة طبقات المجتمع العراقي إن أعداد الطبقة الدنيا في العراق القديمة كانت بتزيد بصورة كبيرة جدا في عصر مين؟ بص معايا، الأشوريين، لأن دول اللي كانوا بيعملوا الحروب الكتيرة. خلي بالك من الحماقة أن تهدم ما حققه الآخرين ليظهر للناس إنجازك، عشان تظهر نفسك دمر جمال غيرك. الكلام ده يتقال على مين؟ يتقال على الأشرار اللي هم مين؟ اللي هم سرجوني الثاني وابنه سنحريب. سنحريب يا ولاد دمر مدينة بابل وعمر مدينة جديدة اسمها نينوى عشان يظهر جمال بلده هو. تعال نشوف الأثر الناتج عن التواصل الثقافي بين الحضارة العراقية والحضارة المصرية القديمة. هل في علاقة ثقافية بين الحضارة العراقية والحضارة المصرية القديمة؟ أقول له آه طبعا في علاقة ثقافية. إن العراق قلدت مصر في إيه؟ قلدتني في الذكورات والهرم المدرج، وأنا خدت منهم شكل الثيران المجنحة. دي ثقافة؟ أيوة يا ابني، فن النحت ده ثقافة. النحت والفنون دي ثقافة. هم خدوا مني شكل الذكورات والهرم المدرج، وأنا أخدت منهم شكل الحيوانات المجنحة، وأقدر أقول له كمان الأختام. الحاجة أم الاختراع. الكلام ده بيتقال على السومريين. هم السومريين فاكر اخترعوا إيه؟ اخترعوا الكتابة المسمارية عشان تساعدهم في التبادل التجاري. يوجد تشابه في تسجيل الكتابة المسمارية اللي اخترعها السومريين مع استخدام المصريين لإيه؟ أنا هسجل الكتابة على ألواح طينية. يعني إيه؟ الرسم؟ لأ. برديات دي كتابة. أسطراقة؟ أيوة، هي الأسطراقة يا جماعة. المصريين كمان كانوا بيحفروا على الأسطراقة. تعد بمثابة دار للوثائق في بلاد العراق. كل شوية بنقولها دار الوثائق، حفظ السجلات كانت الذكورات يعني المعابد. السؤال اللي بعديه، يخرج عن أعمال الملك البابلي حمورابي. حمورابي عمل في حاجة ما عملهاش. يا ترى ايه اللي ما عملوش؟ ما عملش توسع خارجي، ولا ما عملش استقرار سياسي، ولا إعادة توحيد العراق؟ أيوة طبعا هو ما وحدش العراق، لأن اللي وحد العراق مين؟ الدولة الأكدية. أيد صحة العبارة التالية: برعت العراقيون القدماء بصورة كبيرة في فن العمارة. العراق بنت إيه؟
تعال نشوف مين اللي كان بيبني. اللي كان بيبني مين؟ اللي كان بيبني الدولة الأشورية بنت مدينة نينوى. أيوة. وكمان نبوخذ نصر الثاني عمر مدينة بابل وبنى أبراج بابل وحدائق بابل المعلقة. يبقى لما تيجي تتكلم على فن العمارة هتتكلم على مدينة نينوى، نينوى اللي بنتها الدولة الأشورية، وهتتكلم على أبراج بابل وحدائق بابل المعلقة، وطبعا اللي احنا بنسميها إحدى عجائب الدنيا السبع. ساهم الموقع الجغرافي لبلاد العراق إنها تعمل نشاط تجاري. ناقش العبارة تاريخيا. تاريخيا أيوة طبعا، لأن بلاد العراق موقعها المتميز خلاها تعمل علاقات تجارية مع مين؟ علاقات تجارية مع مصر ومع بلاد الشام ومع بلاد الهند وبلاد فارس. بدأت تعمل علاقة مع مصر والشام والهند وبلاد فارس. المجموعة الثالثة، الفارق الجوهري بين الدين والحضارة العراق بين الدين في حضارة العراق والحضارة المصرية. حاجة مختلفة بين العراق ومصر في الدين. إيه الحاجة دي؟ هل الاعتقاد في البعث والخلود؟ هل الوصول للتوحيد، تقديس المظاهر الطبيعية، تعدد الآلهة؟ حاجة مختلفة طبعا، هو الوصول للتوحيد. مصر عرفت التوحيد أما العراق لا. ركزت معظم قوانين حمورابي على البعد ايه؟ طبعا قلت لك البعد الاجتماعي، لان هدفه اصلاح اوضاع المجتمع. كان الجيش العراقي القديم بشكل عام يتكون ويتجمع وقت الحروب، وبعد انتهاء الحروب لا يوجد جيش. من خلال العبارة السابقة، أي من ملوك بلاد العراق قديما أصبح الجيش في عهده دائم. عايز الجيش سواء في حرب أو ما فيش حرب. هي الدولة الأشورية، يعني سرجون الثاني وابنه المجنون سنحريب. تعال نشوفه بيقول لي ايه. بما تفسر يمكن ان نطلق على عصر الملك الاشوري وسنحريب فترات متناقضه. طبعا دول يا جماعه خربوا وعمروا. خربوا مدينه بابل وعمروا مدينه نينوى. يعني ده الناس يا جماعه بتخرب وتعمر، عملوا حاجات متناقضه. منين انت بتهدر موارد البلد وما بتهتمش بيها، ومنين بتبني مدن جديده؟ يبقى انت بتحب البناء ولا بتحب الهدم؟ ده اسمه عصر التناقضات. السؤال اللي بعده، مثل فن النقش والرسم في العراق القديمة سجل تاريخي واجتماعي. ناقش هذه العبارة. انت عايز تعرف العراق نقشوا ورسموا ايه؟ طبعا لازم تفتكر ان العراقيين يا جماعة كانوا بيعملوا المسلات، بنوا المسلات ونقشوا عليها أعمالهم وحروبهم. يبقى هنا بناء المسلات ونقش الأعمال والحروب وكمان الرحلات بتاعة الصيد. يبقى عملوا المسلات نقشوا عليها ايه؟ الرحلات بتاعة الصيد بتاعتهم والحروب بتاعتهم. كمان ممكن تقولي ان هم نقش ايه او عملوا الثيران المجنح. ده كده الاختبار التاني خلص.